عايز تاكل محشي؟ ده انا عينيا ليك، ازرع لك محشي واعمل لك محشي مخصوص. يونس لسه صاحي من النوم ونفسه في المحشي، فانا بقى اشوفه بقى هعمل له محشي ازاي. ايه رايك في ورق العنب اللي هناك ده؟ اعمل لك منه؟ ماشي. انا هعدي همشي على سقف الاوضه عشان اعمل ليونس محشي. اخرج خايف عليا؟ يا روح على اللي خايف على ماما. انت سخنه نار. بس بقى العنب ولسه العنب ما اصفرش، لسه اخضر، لسه ما يتاكلش دلوقتي. نقطف له بقى شويه ورق عنب كده حلوين. بنقي بقى الورقه الصغيره عشان تبقى ايه حلوه كده في اللف، ما تبقاش كبيره قوي. في نفس الوقت برده بنقي الورقه الناعمه. فرحان ازاي عينه من جوه لما اجيب غيرهم. بالنسبه زهقان وعايز يخرج، قلت له تعالى معايا البازار. بصوا عايز يخرج يروح في اي حته. عايز تمشي؟ يلا امشي. امشي على رجلي. عايزه امشي على رجلي. تحب خروجاتي قوي. مهما انا ابوه خرجه بالعربيه يعشق المشي على رجلي زيي. يلا يا يونس تعالى اركب العربيه. تحفه. ايه انت لما كبشه فلوس دي ورايح فين؟ هنصلح تليفون. بوظين تليفوناتكم لما كبشه فلوس؟ محوشينها بقالنا كتير. وريني كده اللي معاك عايز يتصل. والنبي ما حاجات جديده لسه بيدشدشوها. التليفون ده وريني. مش هنصلح الاتنين مع بعض. هتسأله يعني؟ بص يونس. البتاعة بتاعت الشمس اتخلعت معرفش راحت فين من الهوا، وقاعد عامل ازاي. الشمس جايه عليك الشمس؟ هو عملها كده عشان الشمس كانت. شاطر يا قوس. فانطلقت. ايه قمت ليه؟ عايز تجري؟ طب شويه تجري وشويه تمشي. ماشي؟ شويه واخليك تجري. هو خلاص اقتنع. شويه واخليك تجري. طب يا قوس اجري انا ولا تجري انت؟ تجري؟ يعني انزلك من العربيه؟ عايز تجري ولا تجري بالعربيه؟ طب احنا جبنا العربيه لما انت عايز تجري. انطلق. اسرع استنى. على قوم. ما بيقدرش يمسك نفسه مع المزيكا. بطة عايز بطة. خروج مع عيالي خرب بيوت. كل واحد جاب اللي هو عايزه. يلا يا عم هنروح بيها ازاي دي؟ ده احنا عايزين لوري مش تاكسي. ملكوش خروج تاني وقعدكم بيضة. ايه بالفطار تركي وسايب الاكل ومش راضي ياكل. انت اخرة اللي يخرج مع عيال زللني مطلع عينيا. خد لي سكوتر من وفاء وسايب العربيه اللي هو منقيها ومطلع عيني. اعمل لك بقى احلى شويه محشي. ماشي؟ هطلع العكاوي من الفريزر تفك وبعدين اعمل لك المحشي. متفقين؟ ما تستعجلنيش زي ما حمدي بيستعجلني. ايه؟ كسب وشكسو. اندومي. مش كام محشي من شويه بقى اندومي؟ تصبيره يعني؟ محشي. ماشي. شطة. عايز الشطه؟ ده بيعشق الشطه، بيعشق الاندومي الكوري. اعمل لك شوربه؟ بيحب الاندومي فيه شوربه. حراقه وفيه شوربه، انما الكوري ما فيهوش شوربه. يستوي بسرعه. جبت لنفسك شوكه وما جبتليش؟ اروح اجيب؟ انت ما تصبر. طيب خلي عندك صبر. عملت لك المحشي يا اوسي. وحمدي جه كمان اهو. قام وعملت له عكاوي جنبها. ايه رايك في المحشي؟ حلو. حوا شفت ماما بتعمل لك انت نفسك فيه ازاي؟ صور. هتصور انت؟ طب استنى هيصور لكم هو المحشي اللي هو بيحبه. بصوا يا اختي اسمه الله يا اختي. والحله كمان يعني نجيب لك اللحمه. شاطر. محشي والله. بص انا ايديا هو اللي بيصورها. بص شاطر قوي. محشي. بص شاطر وجميل. محشي. لحمة. بص مره يا اختي على بزورك الجميل. اقفل بقى. قفل؟
كنت محتاره بقى اعمل اكل ايه، فافتكرت البطاطس دي كنا واكلينها واحنا في مرمريز الواحده ب 500 ليره. قلت ليه طب ما انا اعملها في البيت وهعملها احلى من هم عاملينها كمان. بنمسك البطاطس نغسلها غسله حلوه وبعد كده نغلفها ونسيبها بقى في الفرن تتشوي كاننا بنشوي بطاطا بالظبط. وعلى فكره هي تنفع اكله لوحدها كامله متكامله وفيها كل حاجه ومغذيه جدا. بس انا بقى قلت اعمل لهم شويه بيتزا جنبها، لان انا عندي حمدي بيتدلع عليا، يعني بيحب ان انا مثلا لما اجي اعمل كريب يخليني اعمل جنبه بيتزا، حتى برضو لما اجي اعمل مثلا طبيخ يحب برضو صنفين. فانا ما عنديش مشكله في ده، بل بالعكس ببقى مبسوطه اكتر وانا بعمل لهم اصناف اكتر، لان الاكل بيعجبهم. لما الاكل بيعجبهم بقى وينبهروا بيه فده بيفرحني، فببقى عايزه ابهرهم اكتر. بس عارفين بقى لو هما مش بيعبروا لي عن انبهارهم انا مش هبقى عايزه ابهرهم، او مش هيبقى عندي شغف ان انا ابهرهم اصلا. فحته ان انتوا تنبهروا بالاكل، الناس اللي بتاكل يعني مش الناس اللي بتعمل، لا الناس اللي بتاكل لما بتنبهروا بالاكل اللي قدامكم بيبقى عايز يبهركم اكتر، فانبهروا مش هتخسروا حاجه يعني. نفس الفكره برضو في الفيديوهات، لما انا بعمل لكم فيديو بتحطوا لي لايك وتقعدوا تكتبوا لي كومنتات حلوه فبتفرحوني، فلما بتفرحوني ببقى عايزه افرحكم واعمل لكم فيديوهات احلى واكتر كمان. ان شاء الله صنف لكم في الفيديوهات، قصدي اصنف لكم في الوصفات، فشجعوني باللايكات والكومنتات. وايه رايكم في البيتزا بتاعتي؟ طبعا انا عملتها معاكم كذا مره عشان كده مش راضيه اقول لكم على المقادير والقصه دي، لان انتوا اكيد بقيتوا اشطر مني فيها. انا بس حابه اتكلم معاكم شويه كده، وحاباكم تكتبوا لي في الكومنتات، لان انا هقرا كل تعليقاتكم. لو عايزين مثلا وصفه معينه، عايزين تسالوني في اي حاجه، يعني هرد عليكم ان شاء الله كلكم. بالنسبه بقى للناس اللي طلبت مني ان انا اطلع اديهم نصايح في التربيه بما اني ام ل5 اطفال، واكلمكم عن ايه اللي المفروض تعملوه عشان ولادكم يبقوا هاديين. اول حاجه لازم تطبقوا على نفسكم، يعني مثلا ما تطلبيش من ابنك ان هو يبقى هادي وانت عصبيه، تبداي بنفسك. الاب والام طبعا مش الام بس، ان هم ما يعملوش غلطات كتير قدام ولادهم. يعني ما ينفعش اقول لابني مثلا ما تكذبش وانا بكذب قدامه. عايز اقول لكم ان انتوا بتعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا، ان ربنا يهدي لكم ولادكم، ودي اهم شيء. لان بيقول لك ملك مربي من عند ربي، يعني في عيال كده بتبقى هاديه من عند ربنا، وفي عيال بيبقى اهاليهم عايزه اقول لكم يعني ما شاء الله بيبقوا ناس اخلاق قوي، واولادهم للاسف بيكونوا فاسدين. فهي بتبقى هدايا من عند ربنا، انت اعملي اللي عليكي والباقي على ربنا. وعايزه اقول لك ان ساعات بيبقى ابتلاء، يعني الولد الشقي اللي تعب اهله ده ساعات بيكون ابتلاء من ربنا، وربنا عارف ان انت قد الابتلاء ده وهتقدري تستحملي وهتقدري تعافري لغايه ما تخلي الولد ده يبقى كويس، او بنت مش شرط ولد، يعني سواء ولد او بنت فانت بتحاولي تعافري، فده بتاخدي عليه اجر اصلا، يعني ان انت بتعافري على انك تخليه ولد صالح او بنت كويسه عندها اخلاق، فده انت بتقدري عليه، فما تزعليش. وانا عارفه ان اصعب ابتلاء لما يكون في الضنا، يعني تجمدي وعافري، وان شاء الله ربنا يهديهم يا رب كده وتقدري على تربيتهم، ويعينكم كلكم يا رب على تربيه اولادكم. ربنا يحفظ لكم ولادكم كلهم وتشوفوهم في احسن حال يا رب. شفتوا بقى خلصت الكمبير في ثواني ازاي؟ قعدت ارغي معاكم شويه كده واسليكم على ما خلصت الاكل الجامد ده. والبيتزا طلعت جامده مع شويه الصوصات بقى اللي احنا بنحبهم. عايزه اقول لكم كان الاكل تحفه، وبالذات البطاطس لو جربتوها اولادكم هينبهروا بيها. عايزه ايه؟ شوكولاته. شفت بقى انا ام شاطره ازاي بسمع كلام ابني عشان ابني يسمع كلامي، بس ده بقى مش بمزاجي، ده لو ما سمعتش كلامه للاسف مش هيسيبني في حالي. باخدها من قصيره وبمشي كلمته. حاضر بعمل لك اهو. مستعجل ليه بقى؟ ما انا بعمل لك اهو، بعمل لك بسرعه. شرطي من كتر ما قلتي لي يا ماما بقيت ستي دلوقتي. شرطي نعم. عايز ايه؟ أونس عايز ايه؟ يونس عايز ايه؟ أونس عايز ايه؟ أونس. مش انا عملت لك شوكولاته؟ لا بح. عايز ايه تاني بقى؟ ماشي. عايز ايه تاني؟ طب احمد ربنا ما انت اكلت، كانت حلوه. طب عايز ايه بقى؟ طب ممكن تسكت بقى شويه وتسيبني؟ انت عمال تخبط على رجلي وماما ماما ماما، واخر ما زهقت مني بتقول لي يا ستي. لقيتني بعمل لك اللي انت عايزه بتسوق فيها، مش هعمل لك حاجه تاني. انا مش هسمع كلامك في حاجه تانية عشان تبقى عارف. كلت شوكولاته وانت طلباتك كلها لازم تبقى اوامر. عرفت ان انت عايز تقرفني وخلاص مش لاقي حاجه تعملها. هتسكت؟ طب يا رب تسكت. هتاكل وهتسكت؟ هتعيط؟ كده هو ايه؟ ايه؟ كده انت بتقول ايه؟ كده ماشي. كده
عايز حاجة تانية؟ كده 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 ماشي. كده بس حل عني بقى وحات امك. كده ده. كده 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 روح كده 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 محشي ده محشي؟ اه وانت كل الاكل عندك محشي؟ محشي طب روح كلي نكش ما تقعش حاجة في الارض. روح كلي على الترابيزة. روح كلي على الترابيزة. حنا هنا هتوقع. حنا وقع روح كل في مكان. كده على الترابيزة وانت تتفرج على التلفزيون. روح على الترابيزة واتفرج على التلفزيون وكل. خدي ولا